السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض يا جماعة التمر. كل سنة وانتم طيبين. طبعا وصفة التمر ديت يعني احنا بنحب رمضان عشان المشاريب بتاعته اللي هي التمر صوبيا. ان شاء الله بإذن الله هنعمل سلسلة المشاريب دي مع بعض بالطرق كلها، وكل طريقة هتبقى ان شاء الله اسهل من التانية ومتوفرة معاكي. النهارده ان شاء الله هنعمله، بس هقولك على المقادير بتاعته. بس قبل اي حاجه كده تعالي نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالي كده نخش على الطريقه ونشوف هنعمل ايه. معانا هنا كيلو سكر من بتاع التموين عادي جدا، يعني كلنا موجود عندنا التموين ما شاء الله، هو يعني كويس، وكمان لو لونه غامق هينفع جدا في الوصفه اللي انت شايفاها دي. ومعانا هنا واحدة من قصنص التمر، ومعانا معلقة ملح ليمون، ومعانا كمان لون التمر. طب انا مش هعرف اجيب الحاجات دي، لا انتي بتروحي للعطار وبتقولي له عايزة حاجة كيلو تمر، عايزة اعمل التمر في البيت، اديني الحاجة بتاعت كيلو سكر. هيديكي زي مثلا ما هتشتري حاجة البسكوت، هو هيديكي الحاجة زي كده بالظبط ان شاء الله، وهتطلع معاكي حلوة جدا جدا. اهو جبنا كده الكيلو سكر، هنفضيه معانا في طبق زي ما انت شايفه كده علشان لما نقلبه ما يبقاش ايه يتكب معانا. ده سكر التموين يا جماعه، زي ما انت شايفاه ما شاء الله مخرز وجميل جدا جدا. اهو هنحطه بقى كده، وهنحط الاضافات التانية اللي هي ملح الليمون واللون ده، اللون ده صحي يا جماعه من عند العطار، زي ما اللي انت بتشتريه من بره عادي جدا، يعني ما فيهوش اي حاجه. بس لو عطار جنبك كويس ونضيف يعني تحاولي تجيبي منه. اهو بتقلبيه بقى كله كده عشان السكر كله يتغلف باللون ده زي ما انت شايفه. هو اللون هيفضل فاتح معاكي لحد لما تحطي له الاسانس. يعني الملح الليمون ده كان عندي، والمعلقه اللي هي اللون دي دي ب2 جنيه، وعلبه الاسانس دي ب10 جنيه، يعني كل التكلفه كلها 12 جنيه، والسكر من عندك من البيت. يعني كيلو التمر اللي هتعمليه ما شاء الله هيكفي معاكي فترة طويلة، وزي ما هتشوفي معانا ان شاء الله بمعلقة واحدة هتعمل لك كمية محترمة. تفضلي تقلبي، تحطي الاسانس كده وتقلبي لحد لما يديكي اللون والنتيجة المظبوطة بالظبط. انا مرضتش اسرع الفيديو علشان تشوفي معايا المراحل بتاعته واحدة واحدة. معلش يا جماعة سامحوني على لو انا بطول الفيديو. استغفروا ربنا يا جماعة كتير كده في الايام دي، الايام دي حلوة جدا، الاجر فيها مضاعف. حاولوا تستغفروا ربنا كتير وتصلوا على النبي كتير، بأي نية بقى انتوا نفسكوا فيها، ان ربنا يفك كربكم، ان ربنا يشيل من عننا الغلاء والوباء يا رب. اللهم اللهم امين يا رب. اهو بتقلبيه كده بالمعلقة زي ما انت شايفة كده، وبتفضلي تقلبي لحد لما كله يتغلف. ومش دي خلي بالك النتيجة المطلوبة. طبعا لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس على الكل، عشان لما كل لما انزل وصفة ينزل لك كل جديد. وصفاتنا كلها يا جماعة سهلة واقتصادية وسريعة، وهتقدري تعمليها من البيت ان شاء الله. عايزين نكبر كده ونبقى اكبر عيلة في الدنيا ان شاء الله بإذن الله. انا مرضتش، سامحوني اسرع الفيديو عشان خاطر تشوفيه معانا واحدة واحدة. اهي بصي السكر بتاع التموين بيبقى معلش حلو جدا عامة في التمر، بس هيغلبك شوية في حتة التقليب. لو انت شايفة معانا بصي مخرز زي حبات الرز كده، بس هو ده اللي هيديكي نتيجة حلوة قوي قوي في التمر، غير السكر الناعم خالص يا جماعة. اهو كده بعد ما حطينا بقى زي ما قلت لكم كده اللون، بقت هو دوت اللون بتاعه المظبوط، يعني بصي لونه جميل جدا وما يفرقش عن بره خالص، بل بالعكس دوت انت ضامنه نظافته، والنتيجه بتاعته قدامك اهي. تعالي بقى هنحلي بقى كده، نعمل شوب محترم كده. السكر حسب الرغبه اهو، ولو مش عايزه تضيفي سكر ما تحطيش خالص، بس احنا بنحب الحاجات المسكره. اللي متابعني من اول ما فتحت القناه عارف يا جماعه.
بصي دي الكوبايات دي شكلها حلو قوي، طالعه بتاعه رمضان. كل سنه وانتم طيبين، كانت جايه لي هديه. كل سنه وانتم طيبين يا رب كده، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. بصي ما شاء الله، معلقه واحده، وكمان معلقه مش يعني ممسوحه، مش معلقه هرميه، عملت لنا الشوب ده. احنا لسه هنزود ميه بس عشان انا بقلب بايد وبصور بايدي التانية، فمش عارفه امسكه كويس. بصي اهو، انا بقى هوريكي دلوقتي اللون بتاعه عامل ازاي. وما شاء الله يعني اقل كميه يعني حلوه بتكفي معاكي. ما شاء الله الشوب دوت يا جماعه اللي هو الكبير اهو، وشكله حلو جدا كده للاطفال اول يوم رمضان ان شاء الله، تبقي تحطي فيه حلو جدا جدا اهو، عليه اشكال رمضان الجميله دي. بتقلبي بقى كده. ودي كانت طريقتنا النهارده في التمر. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا جدا، يعني انا عملته قلب الشقه كلها والله العظيم، الريحه بتاعته قلبت الشقه كلها. هحطه لكم برده في الكوبايه الازاز علشان تشوفي لونه وتشوفي حلو، ولا بقى مرغي من فوق ولا عامل اي حاجه من فوق. ليه؟ علشان كل المقادير بتاعته مظبوطه وحلوه جدا جدا اهو. بصي عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي قوي. انا حبيت اوريه لكم في مج ازاز علشان طبعا الشوب البلاستيك دوت انا فضيته هنا في الطبق علشان التصوير يا جماعه، عشان محدش يقول لي ده انت شارياه من بره. انا فضيته علشان التصوير في الطبق ده، عشان لونه يبان يا جماعه في الكاميرا، لان كاميرا تليفوني مش موضحه اللون بصراحه. حلو اهو. بصي وما شاء الله اللهم بارك، لمعته جميله جدا جدا جدا. دي كانت وصفتنا النهارده في التمر، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في دعوه حلوه وليكم اضعاف اضعافها ان شاء الله. واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل، عشان كل لما انزل لكم وصفه ينزل لك كل جديد. يلا اشوفكم على خير، سلام عليكم.